4 حاجات اوعى تعملها وانت بتصب ريزن. اول حاجه، اوعى تنسى او ما تلتزمش بنسبه الخلط الصحيحه المكتوبه على العبوه بين الريزن والمصلب. ده هيخلي الخليط مش هينشف معاك كويس او هيفضل لزج، فانت لازم تتتبع بدقه التعليمات الموجوده على العبوه. تاني حاجه، اوعى تستعجل في عمليه الخلط وتخلط الريزن مع المصلب خلط غير كافي وسريع، لان ده هيطلع معاك بابلز في الريزن، وكمان الريزن هيكون مش مخلوط كويس مع المصلب، فانت لازم تخلط ببطء لمده من 3 ل 5 دقائق لحد ما الخليط يبقى شفاف ومتجانس معاك. تالت حاجه، اوعى تسيب بابلز في الريزن من غير ما تعالجها او تتخلص منها، لان ده هيدي شكل نهائي للقطعه غير احترافي، فانت لازم تستخدم التورش او الولاعه لازاله البابلز بعد الصب على طول. رابع حاجة، اوعى تصب الريزن بطبقة سميكة جدا مرة واحدة، لأن وقتها الريزن هيبتدي يطلع حرارة زايدة وممكن يتشقق أو يتعرض للإصفرار. فأنت لازم تصب الريزن على طبقات، كل طبقة ما تعديش 1 ل 2 سنتي، وخلي بين كل طبقة والتانية وقت كافي. لو عايز بقى نصايح مختلفة في فنون كتير زي الكونكريت، الريزن، الشمع وغيرهم، تقدر تتابعنا، هتلاقينا بننزل نصايح كتير قوي في المجالات المختلفة، هتقدر انها تساعدك ان شاء الله في المجال بتاعك. ولو عندك اي سؤال او استفسار ابعت لنا تحت في الكومنتات او في رسالة وهنرد عليك حالا.